عمرك وانت واقف في المترو جات لك فكره غريبه جدا؟ انا ايه اللي يمنعني ان انا ازق الناس اللي واقفه قدامي دي؟ او حتى وانت سايق العربيه ما جاش في بالك قبل كده ايه اللي هيحصل لو انا دخلت في الشخص اللي قدامي ده؟ فكره بقى في السؤال اللي بعديها، هو انا بجد مجنون ولا مريض نفسي ولا جوايا شر كبير والشيطان بيلعب في دماغي؟ احب اطمنك يا فنان واقول لك انت زي الفل. انا وانت وغيرنا كتير من اللي بيعانوا من الافكار السوداويه دي كلنا طبيعيين. تعالى واحده واحده هشرح لك ايه الموضوع. الافكار دي اسمها الافكار المتطفله وبتزور اي عقل بشري. انا وانت واي حد حوالينا ممكن يمر بنفس الموضوع، بس انت عارف الفرق بيكون في ايه؟ في بعض الناس الافكار دي بتروح وتيجي على دماغها زيها زي اي خواطر وبتخلص على طول، لكن في ناس تانية الافكار دي بتتحول جوه دماغها لكابوس وملهاش اي زرار ستوب، وده يا فنان اللي بيسموه في علم النفس الوسواس القهري. الناس فاكره ان الوسواس القهري مجرد واحد عنده هوس نظافه وبيغسل ايده 100 مره، لكن الحقيقه الوسواس القهري انواع كتيره ومتواجد في صور مختلفه. عندك مثلا وسواس الافكار المؤذيه، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الانترو، ان ممكن يجي لك افكار ان انت تضر فيها انسان حواليك. عندك مثلا الوسواس الديني، الناس اللي بيكون عندها شكوك واسئله كتيره جدا مختلفه، وانواع كتيره غيرها زي وسواس العد ووسواس النظافه. كلها المشترك فيها ان الفكره مش منطقيه وانت عارف انها مش منطقيه بس مش قادر توقفها. في اختبار عملوه قبل كده على مجموعه من الناس، قرروا ان هم يقعدوهم في جروب وقالوا لهم معاكم 5 دقائق اوعوا تفكروا في الجزر خالص، فكروا في اي حاجه الا الجزر. وكانت النتيجه ان كل الناس كانت بتفكر فعلا في الجزر وما عرفوش ينفذوا اللي اتقال لهم عليه، ان هم ما يفكروش خالص في الجزر. ولو انت مش مصدقني جرب الاختبار ده دلوقتي، وقف الفيديو واقعد لمده يا عم دقيقتين ما تفكرش في اي حاجه مرتبطه بالجزر، ولا لونه ولا شكله ولا ريحته، وشاركني في الكومنتات كم مره في الدقيقتين دول فكرت في الجزر، لاني واثق انك هتفكر في الجزر. عارف ليه؟ لان العقل البشري ما بيعرفش يتجاهل الامر بالنفي. كل ما تقول لنفسك ما تفكرش دماغك بتفكر اكتر، وده بالظبط اللي بيحصل مع الوسواس القهري. الافكار اللي بتهرب منها هي الافكار اللي بتفضل معلقه جوه دماغك، وفي الاخر بتحس ان دماغك مولعه من كتر الافكار السوداويه اللي موجوده جواها، ومن كتر ما هي بقت مرتبطه فيك وموجوده جواك، وبتاثر احيانا على قراراتك وعلى يومك، تزرع جواك خوف تجاه حاجات كتير قوي. بتحس وانت سايق العربيه ان انت هتخبط حد فعلا عشان بس الافكار دي جواك. اكتر حاجه غيرت وجهه نظري عن الموضوع دوت ان اكتشفت ان الافكار دي مش علامه على اننا ضعاف او وحشين، دي مجرد فكره بتدور في دماغنا. وبعد بحث كتير اهتديت لكتاب عقل يحترم للدكتوره رانيا سامي. الكتاب خلاني اربط كل اللي بيحصل جوه دماغي وفسر لي حاجات كتيره قوي كنت فاكرها عيب او حتى جنون، وطلعت في الاخر تحت مفهوم اخر وهو الوسواس القهري. فانت يا فنان كل المطلوب منك ان انت بس مجرد انك تحاول تتقبل نفسك وانك تتقبل الواقع اللي حواليك، وخلي بالك انت مش مجنون ولا انت فيك اي مشكله، انت طبيعي جدا واحنا كلنا شبهك. ولو عطلت وقفت معاك اكتر فانا برشح لك كتاب عقل يحترق، ودي اول حلقه ليا على يوتيوب في سلسله انا مش عارف ممكن اسميها ايه، فانت ممكن تشاركني انا ممكن اسميها ايه، ممكن تقترح عليا افكار كتيره جدا ونشارك بعض لحد ما نوصل لحاجه كويسه جدا. وما تنساش ان انا احمد وائل ماركتير، وسلام.